ازاي تحقق اكبر فايدة من مبادرة رواد مصر الرقمية؟ ركز معايا في الفيديو ده عشان اقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عنها، وخلونا نبدأ باهم سؤال يهمك، وهي هل المبادرة فعلا هتفيدك ولا لا؟ حابب اقول لك ان الاجابة على السؤال ده بتتقسم لكذا جزء، ملهاش اجابة واحدة قطعا لا او هتفيدك فعلا، يعني هي مش بتحسب كده خالص. بس خليني الاول اوضح لك تفاصيل المنحة دي عشان هتفيدني في الاجابة على السؤال ده. اول حاجة، المبادرة دي مقدمة من وزارة الاتصالات، وهدفها ان هم يعززوا التكنولوجيا في مصر، خصوصا مجال الفريلانس. فبتبقى عبارة عن جهات منظمة بتتعاون مع الوزارة بحيث ان هم يقدموا الكورس ده سوا، بس بتبقى تحت اطار الشركة اللي هي بتبقى متعاونة معاها. فالوزارة هي اللي بتبقى حاطة المناهج او التراكات اللي الشركات دي هتمشي عليها، وكل الشركات بتبقى دورها انها مثلا تتعاقد مع انستراكتورز ان هم يشرحوا الكورس ده، او ان هم يوفروا المكان اللي هو الاوفلاين والتنظيم وغيره. وكل ده بيكون تحت اطار وزارة الاتصالات، وبيكون تحت متابعتها برضه. والمنحة بالمناسبة بتبقى مجانية، واي حد حرفيا يقدر ان هو يقدم عليها، حتى لو انت مثلا مش في كلية هندسة او حاسبات. هي مش مقتصرة على مجال معين، اي حد يقدر يقدم عليها، لان هم في المبادرة دي بيكون كل تركيزهم على مجال الفريلانس. فالفريلانس ما بيبقاش مقتصر على فئة معينة. كل اللي بيكون مطلوب منك وانت بتقدم ان انت بتخش امتحان انجليزي بسيط، وفي دلوقتي دورات او تراكات معينة بيكون ليها امتحان كودينج او حاجة بسيطة. بس ده بتبقى امتحانات بسيطة خالص، وبتقدر ان انت تعديها. يعني مستوى الانجليزي مثلا، عشان الناس اللي بتسأل، ما هوش مطالب منك ان انت تبقى في بي 1 او بي 2 او سي والحاجات العالية دي. انت يكفي بس ان انت يعني تعدي الامتحان اللي هم باعتينه لك، وانت بتفتح الكاميرا وانت بتمتحن، عشان بس يضمنوا ان انت مش بتغش. تاني حاجة بتبقى مطلوبة منك لما تخش ان انت تمضي على اقرار، والاقرار ده حاجة بس صورية، عشان يضمن لهم ان اللي داخل الكورس ده فعلا هياخده لحد الاخر. فانت بتمضي في الاقرار ده ان انت هتلتزم بحضور على مدار 6 شهور او 7 شهور، يعني على حسب مدة الكورس. والمبادرة دي عموما بتبقى 6 شهور او 7 شهور تكنيكال، وفي اخر شهر بيبقى عبارة عن شهر كوتشنج. الكوتشنج ده بيتابع معاك الفريلانس، بيعلمك ازاي ان انت تشتغل، ازاي ان انت تجيب شغل، ازاي تتعامل مع العميل، ازاي تسعر شغلك. وده من الحاجات فعلا اللي يعني مميزة المبادرة دي عن المبادرات التانية. فانت بتمضي في الاقرار ده ان نسبة حضورك على مستوى الكورس كله، على حسب بقى هو قد ايه، ان نسبة حضورك ما تقلش عن 80% او 70%. طيب لو قلت، انت بتدفع مبلغ اللي موجود عندك في الاقرار على حسب بقى هم حاطين كام، بس غالبا بيبقى من 8000 ل 12000 جنيه. طيب ممكن دلوقتي انت تسمع المبلغ ده وتخاف وتقول لا خلاص، ده انا مش هخش عشان خاطر الاقرار ده. الحقيقة ان انت مثلا، يعني لو انت واحد ما بتحبش المذاكرة، ما بتحبش القعاد، مش ملتزم مثلا، ما عندكش مسؤولية، حاجة زي كده فعلا هتربطك ان انت تكمل المذاكرة مثلا او تكمل الكورس ده للاخر. فدي حاجة حلوة تقدر انها تربطك بالكورس وان انت تكمله للاخر. طيب فرضا ان انت بدأت مثلا الكورس واكتشفت بعدها بشوية ان انت مش مرتاح، مش عايز تكمل، مثلا عرفت ان انت في شهر كذا هتسافر، يبقى عندك اي ظرف مش هتقدر ان انت تحضر نسبة الحضور اللي هي مكتوبة في القرار دي، فالوزارة منزله لك ان انت تقدر ان انت عادي تعتذر عن الكورس. طيب الاعتذار ده هل بيفضل مفتوح على طول؟ الحقيقة لا، انت تقدر ان انت تعتذر بس على الكورس في اول فترة، او يعني غالبا اول شهر بيكون في فورمات نازلة تقدر ان انت تقدم طلب اعتذار وان انت تعتذر عن الكورس خالص، وده مش بيأثر على حاجة. وساعتها تقدر ان انت بعد كده لو الدورة دي فتحت تقدر ان انت تقدم تاني، وبتكون معفي بقى من حتة الإقرار والفلوس، لأن دي حاجة الوزارة هي اللي موفراها. أنت كده يعني أنت كده في السليم. بالمناسبة في الفترة بتاع الكورس دي هم بيراعوا فترة الامتحانات، لو أنت عندك فاينل، عندك ميد ترم، عندك أي حاجة من الامتحانات، لأن أنت مثلا لو طالب، فهم بيراعوا حاجة زي كده وبيوقفوا أصلا الشغل خالص. وبالنسبة للأماكن والأوقات، الأماكن بتبقى موجودة على حسب المحافظة اللي أنت مقدم فيها، لأنها موجودة غالبا يعني على كل محافظات مصر. انما بالنسبه للوقت او المواعيد بيكون في فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. شوف وانت بتقدم، او لو انت قدمت اكيد هتبقى عارف هم من امتى لامتى. فانت بتختار الميعاد اللي يناسبك. انت لو واحد مثلا بتشتغل الصبح او وراك حاجه الصبح، وراك كليه، فانت بتقدم في الفتره المسائيه اللي هي تناسبك. من المميزات فعلا بتاعه المنحه دي ان هم بيكونوا على طول متعاونين معاك. فانت مثلا لو انت دخلت الكورس ولقيت الانستراكتور مش عاجبك، فانت تقدر ان انت تقدم طلب تغيير، وفعلا الانستراكتور ده
لو اتاكدوا ان هو مش كويس بيغيروه على طول. طيب بتاكدوا امتى؟ لو كذا حد طبعا من الجروب مقدم معاك الشكوى دي، فبالتالي الانستراكتور ده بيتغير، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يجيبوا لك انستراكتور احسن. طيب بعد ما عرفت كل التفاصيل، فاضل اهم تفصيله، هي ازاي ان انت بتتخرج من المنحه دي. وهم بيكونوا حاطين لك شروط يعني او شرطين، انت لو عملتهم هتقدر ان انت تاخد الشهاده. اول شرط ان انت تعمل 3 تاسكات فريلانس، اللي هو يعني تتعامل مع 3 عملاء، او تعمل تاسكات بمبلغ معين بيكونوا هم محددينه قبل ما الدوره تبدا، او هم بيعرفوك عموما بعد ما الدوره تبدا. بالمناسبه هم اصلا عاملين شهر الكوتشنج عشان يخلوك تطبق حاجه زي كده، او ان انت توفي الشروط دي. وفي خلال اصلا التريننج بتاعك انت يعني كل اسبوع بتاخد سيشن عباره عن سوفت سكيلز، مثلا بتاخد انجليزي، بتاخد ازاي انت تعمل سي في، ازاي انت تتعامل مع عميل. وكل سيشن بيجيبوا لك حد متخصص في الجزئيه اللي يعني اللي هي تتشرح ساعتها. وكل الحاجات دي فعلا بتساعدك ان انت توفي الشروط دي في الاخر. وفي الاخر اصلا لو انت التراك بتاعك ما فيهوش مثلا فريلانس كتير، او هو فعلا ما فيهوش فريلانس مثلا زي النتورك او الحاجات دي، فساعتها هم بيقدروا ان هم يوفروا لك تاسكات فعلا تعملها عشان توفي الشروط دي وتقدر ان انت تتخرج. فمن ناحية التخرج ما تقلقش خالص، كل الناس فعلا بتقدر انها تتخرج وبتطبق فعلا الشروط دي، وهم بيساعدوك في الجزئية دي جدا 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 اصلا، لان هم من مصلحتهم ان انت تتخرج. فما تقلقش من الشرط ده خالص، وما تقلقش برضو من المبلغ اللي انت بتمضيه في الاقرار. ده حاجة صورية عشان يعني يضمنوا ان انت هتكمل. طول ما انت مكمل في الكورس مفيش حاجة تحصل عادي. ودي يعتبر كانت كل التفاصيل بتاع المنحة، يا رب بس ما كنتش نسيت حاجة. تعالوا بقى نجاوب على اهم سؤال اللي انا قلته لك في اول الفيديو، هو ازاي فعلا انت تقدر تحقق اكبر فايدة من المبادرة دي. اول حاجة، انت طبعا مليون المية لو انت داخل التراك اللي انت مقدم عليه ده ما عندكش اي خلفية عنه، مثلا مقدم فرونت ما تعرفش يعني ايه HTML، ما عرفش يعني ما تعرفش يعني ايه CSS، فانت بالتالي المبادرة دي هتكون فعلا مفيدة جدا ليك. لان انت هتخش هتكون باصص مثلا على الكونتنت قبل ما تخش، هتعرف الخطوط الرئيسية، هتعرف ايه الحاجات اللي انت فعلا محتاج تذاكرها، سواء بقى انت فهمتها ولا لا. بس انت خلاص يعني اتكون في دماغك فكرة انت المفروض هتعمل ايه في التراك، على عكس مثلا ما انت لسه في الاول داخل ما تعرفش في حاجة. فانت فعلا عرفت راسك من رجليك. وغير كده انت في المنحه دي اصلا في الاخر بعد ما بتتعلم التولز اللي هم حاطينها، انت بتطبق على مشاريع كتير. فدي بتبقى حاجه حلوه قوي ان انت تحطها في السي في بتاعك، خصوصا ان انت لسه في الاول. طيب لو انت مثلا مش مبتدئ، انت مثلا متوسط او حد ادفانسد في التراك بتاعك، هل المنحه فعلا هتكون مفيده ليك؟ اقول لك انت ممكن مثلا تكون متوسط عندك نواقص، انت ساعتها تركز قوي على الكونتنت اللي انت داخل تقدم فيه، اللي هو مثلا تختار تراك كذا، فانت بتبص على الكونتنت اللي هم منزلينه. بص على الكونتنت ده كويس، لو الكونتنت ده فعلا فيه حاجات ناقصه عندك هتفيدك يعني هتزود لك، فانت طبعا خش وقدم. ومثلا الحاجات التانية هتبقى بمثابة مراجعة ليك، ففعلا ساعتها الكورس ده هيضيف لك. لو انت برضو ادفانسد عارف يعني يعتبر كل الحاجات، فالمنحة هتفيدك ساعتها في ان انت هتطبق مثلا على مشاريع، هتخليك تراجع على الحاجات اللي قبل كده. فالحاجات دي ممكن تتقل السي في بتاعك. بس بصراحة لو انت ادفانسد وفاهم كل حاجة ومظبط مثلا حتة المشاريع والحاجات دي كلها، ما تضيعش وقت فيها بصراحة. ما يعني لان هم بيشرحوا التراك لحد مثلا لسه جونيور لسه مبتدئ، فبيشرحوا كل حاجة فروم سكراتش. فانت يعني هيكون لو انت فاهم وعارف، انت ساعتها هتكون بتضيع وقت حرفيا. بس زي ما قلت لك، لو انت حابب تراجع، حابب مثلا يعني حاسس ان انت عندك نقص في حاجه معينه، حابب ان انت تزود مشاريع، خلاص قدم فعلا ودي فعلا هتفيدك. طب نيجي لسؤال تاني مهم ومعظم الناس بتسأله، هل فعلا المحتوى بتاع الكورس اللي انت داخله ده هيكون كامل وهيأهلك فعلا ان انت تشتغل بعد ما تخلص الكورس؟ الحقيقة ان السؤال ده غلط خالص اصلا، وما ينفعش ان انت تسأله. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها هتخش كورس معين بعد ما تخلصه هتشتغل. هات لي واحد فعلا عمل كده، بعد ما دخل مثلا كورس في حتة معينة، بعدها بعد ما خلص اشتغل، او حتى لما اشتغل ما اكتشفش ان عنده نواقص او عنده تولز مثلا معينه محتاج يتعلمها عشان يوفي الشغلانه دي. طبيعه كل الكورسات دي او اي كورس انت ممكن تاخده مع حد، ان هو هيفهمك الخطوط العريضه، هيحطك على بدايه الطريق، هيفهمك من الاخر راسك من رجليك. انما ان انت تكمل دي مسؤوليتك انت. مفيش اي كورس هيديك كل التولز اللي انت محتاج تتعلمها عشان تشتغل. انت بتاخد الحاجات الاساسيه دي، والمهم ليك ان الحاجات الاساسيه دي تكون مع مثلا مع انستراكتور بيشرحها كويس،
وده يكفيك. بعد ما بتخلص بتشوف بقى انت عندك ايه النواقص، وبتقدر ان انت تكملها مع نفسك من بره. ان الحاجات دي بتفرق من شغل لشغل، كل شغل بيكون ليه التولز والبيئه مثلا اللي هو بيشتغل بيها بتكون مختلفه عن الشغل التاني. خلينا اضرب لك مثال، انت داخل تراك زي الفرونت اند، فالفرونت هنا انت بتاخد البيزكس بتاعه، بتاخد حاجات اساسيه زي HTML CSS جافا سكريبت، اللي هو مثلا العصب بتاع المجال اللي هتلاقيه فعلا موجود في اي حته انت رايح تقدم عليه. اللي بيختلف مثلا الفريم ورك اللي انت بتتعلمه، وليكن مثلا انت في التراك بتاع رواد مصر اتعلمت مثلا انجلر او رياكت ايا كان اللي انت هتتعلمه، فانت رحت تقدم مثلا على شغل لقيتهم بيشتغلوا بفريم ورك مثلا اللي انت بتشتغل بيها، بس محتاجين فريم ورك كمان او شغالين بفريم ورك تانية. ساعتها لو انت اتقبلت هتكون مضطر ان انت تتعلم الفريم ورك واي تول تانية هم شغالين بيها. فساعتها ما ترجعش تقول لا ده انا ما اتعلمتش دي في الكورس او الكورس كده ناقص. هو فعلا انت خدت الاساس اللي يمشيك في المجال، وعرفت طريقك وعرفت راسك من رجليك، فده فعلا الكورسات بتعمله. انما بقى التفاصيل دي بتكون مسؤولية منك انت. بتشوف مثلا البوزيشن اللي انت رايح تقدم عليه، ايه الحاجات مثلا اللي انت عارفها، ايه الحاجات اللي ناقصه منك، بتبتدي ان انت تذاكرها، تقدر ان انت مثلا تظبطها مع الشغل، بتتعلمها مع التجربه والتطبيق. فهي الدنيا بتاع البرمجه بتمشي كده، مفيش حاجه اسمها 1+1=2. مفيش حاجه اسمها خش كورس بتاع المبادره او اي كورس تاني عموما وبعد ما تخلص خلاص انا فين الشغل يا رجاله انا جاهز خلاص. مفيش الكلام ده. وفي الاخر من رايي ان انت قدم في المبادره دي لو انت في ايدك فرصه فعلا هتقدر ان انت تستفيد منها بكل الاشكال، لسبب بسيط خالص، انت كده كده مش خسران حاجه. انت واخد من المبادره دي فرص انت تقدر ان انت تخلع منها زي ما بيقولوا، وهو اصلا اللي موفر لك الشروط دي. طب مثلا انت دخلت وقدمت على المبادره دي ولقيت في اول شهر ان مثلا عندك انستراكتور مش حلو زي ما قلت لك، فمدينك ميزه ان انت تقدر ان انت تغير الانستراكتور مش مره واحده. انا ليا واحد صاحبي اعرفه مغيرين الانستراكتور بتاعهم يعني في حدود 5 مرات او 6 مرات. فانت فعلا تقدر ان انت في اي وقت انت عايز تغير الانستراكتور ده لسبب معين هو فعلا مش بيشرح كويس، فهم بياخدوا فعلا بالكلام وبيغيروه، لان من مصلحتهم ان المبادره فعلا تكون باحسن صوره والمبادره فعلا تكمل صح للاخر. فعلى طول على مدار الكورس في حاجات تقدر ان انت تحط فيها فيدباك مثلا عن المنظمين، عن الانستراكتورز، عن اي حاجه انت حابب ان انت تعملها. انما الميزه التانية ان انت عادي جدا ممكن ان انت تبدا المبادره وتجرب مثلا اول اسبوعين، وليكن مثلا انت الدنيا ما عجبتكش وحاسس ان انت مش هترتاح، او مثلا انت هتيجي في وقت كذا هتبقى مضغوط مش هتقدر ان انت تكمل، انت تقدر بس في اول شهر، اول شهر او اول فتره هم محددين لك فورم الاعتذار، تقدر ان انت تنسحب من المنحه ومفيش اي حاجه عادي هتحصل. الميزات دي تخليك ان انت تقدر ان انت تقدم وانت مطمن خالص ان انت فعلا هتقدر ان انت تحقق اكبر فايده من المنحه دي. بس وده كان كل حاجه النهارده، ولو استفدت حاجه مني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.